احنا بقالنا 17 حلقة بنحكي ازاي الضوء بيسقط على سطح فيلم او سنسور عشان يخلق صورة. طب لو قلت لك ان في صورة اتعملت من غير عدسة ومن غير سنسور ومن غير ما تلمس ضوء اصلا، هل دي نهاية المصور ولا بداية مرحلة اخطر؟ زمان كانت المعادلة بسيطة، ضوء وعدسة وسنسور او فيلم بتطلع لك الصورة. النهارده بيانات وخوارزميات هي اللي بتطلع لك الصورة. الضوء ما بقاش فوتونات، بقى ارقام. احنا دخلنا عصر ان الصورة ممكن تتولد مش تتصور. الذكاء الاصطناعي هو مش ماسك كاميرا بس بيتعلم من ملايين الصور. بدأت بحاجة اسمها Generative Adversarial Networks أو GNS. تخيل معايا واحد رسام بيحاول يقلد صورة حقيقية، واحد تاني ناقد بيقول له دي مزيفة. بيفضلوا في خناقة لملايين المرات لحد ما الرسام يوصل لمرحلة إن الناقد نفسه ما يعرفش يفرق بين الصورة الحقيقية والصورة المزيفة. وهنا بدأت اللخبطة، ودلوقتي بقى الموضوع أخطر. بقى في نماذج كتير زي ميد جورني ونانو بنانا وديل إي ونماذج زيهم كتير. أنت مش بتمسك كاميرا، أنت بتمسك كيبورد. بتكتب له مثلا عايز بورتريه لراجل عجوز ماشي في شارع المعز بإضاءة سينمائية بفتحة عدسة 1.8، وهو بيبدأ يعمل نويز بسيط ويشيل لك طبقة في طبقة لحد ما يجيب لك الصورة زي ما أنت كتبتها بالظبط. هو مش بيجيب لك صورة جاهزة، هو بيبني لك صورة من الصفر بناء على فهمه لملايين الصور اللي شافها قبل كده. الكلمات هنا بقت هي العدسات. أسألك السؤال اللي أكيد جه في بالك، لما الصورة ممكن تتخلق من غير كاميرا، إحنا كمصورين لازمتنا إيه؟ الإجابة المختصرة، ال AI بيعرف يولد الشكل لكن ما يعرفش يعيش اللحظه. ما بيختارش اللحظه اللي قبل الضحكه بنص ثانيه، ما بيستناش دمعه الام عروسه عشان يصورها، ولا بيعرف يهدي عريس متوتر، ولا في الرياضه هيعرف يختار لحظات معينه لفريق او لعيب بيحتفل بفوزه. ودي حاجه اسمها عين وروح المصور، حاجه مش موجوده في الاي اي. الذكاء الاصطناعي يتوقع ويحلل ويعيد تركيب الصور، اما المصور يقرر ويختار ويكسر القاعده. الاي اي بيشتغل على الماضي، اما المصور بيصنع لحظه في الحاضر. طب نعمل ايه؟ نهرب نخاف ونقعد نشتكي، ولا نستفيد من الاي اي؟ المصور الشاطر يستخدم الاي اي في افكار مود بوردز وتصحيح الوان وتجارب اضاءه وتكمله عناصر. لكن لو انت مش فاهم تعريض وايزو وشطر سبيد وابريتشر وتكوين واتجاه اضاءه، هتبقى مجرد حد بيضغط زرار. احنا لفينا من الغرفه الضلمه لحد الصوره الرقميه لحد الصوره اللي ما لمستش ضوء اصلا. كده خلصنا حكايه الصوره، ومن الحلقه الجايه هنرجع للواقع وهنمسك الكاميرا في ايدينا وهنفهم يعني ايه مثلث تعريض وازاي تتحكم في الضوء، مش تستنى الاوتوماتيك هو اللي يقرر لك. الذكاء الاصطناعي عرف يعمل صوره، بس انت لسه ما اتعلمتش ازاي تتحكم في صورتك. اللي جاي مش تاريخ، اللي جاي مهارة هنتعلمها من الصفر. سلام.